بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، زيارة القبور سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فذروها فإنها تذكركم بالآخرة. رواه مسلم. لكن للأسف في عادة منتشرة عندنا في مصر، ألا وهي إن الناس ما بتزورش القبور إلا يوم الجمعة. مش عارف ليه. أنا مش يعني آه، النبي قال: ألا زوروها في أي يوم انتوا عايزينه. لا، الناس ما بتزورهاش إلا يوم الجمعة. لازم تحط نفسها في الشبهة. سبحان الله. وبتعتبر إن الزيارة يوم الجمعة ديت ليها ميزة خاصة أو أجر أكبر، مش عارف. وبيلتزموا كمان كأنه يعني إيه، شرع ربنا نزله لنا، وهذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وده إن أنت تزور القبور يوم الجمعة فقط. أتحدى أي حد يجيب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص فيه يوم الجمعة لزيارة القبور أو يذكر بليلة فضيلة زائدة عن باقي الأيام في الزيارة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور في الليل والنهار وفي أوقات مختلفة، ولم يخصص يوما بعينه تخصيصا يعني للزيارة. وتخصيص وقت للعبادة ما لم يخصصه الشرع هو من الإحداث في الدين، هو من البدع المنكرة التي لا تجوز. والزيارة المشروعة للقبور في كل وقت للتذكرة بالآخرة. والدعاء للميت يجوز عند القبور، فلا تقيدوا أنفسكم بغير ما قيدكم به الله عز وجل ورسوله. وخلوا اتباعنا للسنة هو الميزان في كل أعمالنا. فيا جماعة، اتبعوا ولا تبتدعوا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.